اللهم آمين بشكل مطلق لكل دعوة تطلق من أفواه الصالحين. على ما انسكب بعض البنزين في محاولة لإشعال الفتنة في المؤمنين. آمين. كلمة في منتصف الجبين تدعو للسخرية من بعض علماء السلاطين، لأنهم لا ثقافة ولا دين، جعلوا منا بقايا جانكستا مستهدفين. ذلك الجرح الدفين المسمى فلسطين يبكي ومن سنين لا يكترث إن عاملته بالقسوة أو اللين. لم يعد يخشى من ذاك الإسرائيلي اللعين زمرة متعصبين لا يعجبهم أن تستعرض إطلاقا ما حدث في معركة صفين. ما لديهم من براهين جاءت من فن التلقين، جاءت من أجل أن تقطع عنا بعض الأكسجين. آمين. آمين لمن دعا من أجل الإفراج عن سجين، ولمن زار الموتى وقدم بعض القرابين. تلك الفتاة في 33 بجانب زوجها تعتني بالمرضى والمصابين، لذا آمين لها ولوقتها الضائع ذاك الثمين. لم تنسى يوما أن تسقي باقات الورد والياسمين من بين 100 تاجر مخدرات وكوكايين. رجل لا يرضى أن يطعم أهله من أموال الهروين قبل الوقوع في قبضة الشرطة قبل الكمين. علينا أن نميز جيدا من هم المجرمين. هم ليسوا إلا بعض الإخوة الطائعين، لم تختر السماء لهم أن يكونوا مطاردين. أولئك الرجال المتقين الممسكين في المساجد بالكتاب بحبل الله المتين، دعواهم تسمع وتستجاب وهم في عليين. لا حاجة إلى الصراخ، لا حاجة إلى الأنين. آمين. الرجل آمن بربه لكن الشياطين تعبث له في عقله من حين إلى حين. تأبى له الفرح تريده حزين، لا ترضى له جنة فيها أنهار بساتين. يعلم علم اليقين أن في اليمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين رحمة للعالمين. والعالمين هم اليهود هم النصارى والمجوس والمسلمين، بين الأخيار والسيئين معركة، لأن النار لم ترضى أن تسجد أمام الطين. جثة تحت الرمل كانت من صنع البراكين، نتيجة لما يمكن أن يحصل من ذاك القرين. لذا بالرب وبالإله الواحد فقط نستعين. إن كانوا حقا هم لا يحبون الناصحين رغم انعدام القدرة أحيانا لنصر المظلومين، إلا أن راية العدالة ليست للخاسرين. آمين. So can I hear right now?